العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 61 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنظيم الحملة الطلابية التنموية في الفترة ما بين 7 من يوليو و15 من أغسطس. البنى التحتية تسهم للدفع ببرامج التنمية في القاش بركة. مسلحون يخطفون 140 تلميذا من مدرسة في شمال غرب نيجيريا. ماكرون وميركل يبحثان مع جينغ بينغ العلاقات الأوروبية الصينية. ومناورات عسكرية برية بين أمريكا وأوكرانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 6 من يوليو في مراكز العزل في أقاليم الجنوب والأوسط وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 61 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 29 من الإصابات في الأقليم الجنوبي، 17 منها في صنعاء و4 في دباروة و3 في عد قيح و2 في مندفرة و2 في عرزة و1 في عد خالة و21 إصابة في أسمرة بالأقليم الأوسط و11 إصابات في أقليم شمال البحر الأحمر، 9 في مصوح و1 في قندع و1 في أفعبد. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6188، شفي منهم 5808 وتوفي 25 مريض كورونا، فيما لا يزال 355 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 6 من يوليو 2021. تنظم البلاد الحملة الطلابية التنموية الصيفية في الفترة من 7 من يوليو وحتى 15 من أغسطس. وأفادت المعلومات الواردة من مكتب الحملة الطلابية التنموية مشاركة 24 ألف طالب من طلاب المرحلة الثانوية، بينهم 42% طالبة، في حملة هذا العام الجارية في 100 نقاط ب39 مديرية وحوالي 1000 مشرف ومنسق. وأوضح مسؤول مكتب الحملة التنموية الطلابية في وزارة التعليم السيد فتوي ولد قرقيس في المقابلة التي أجراها مع وكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن أنشطة الحملة تشمل على غرس الشتول في ساحات المدارس والشوارع والطرقات، ومساقط المياه على السدود، وإعداد الحفر لقرص الشتول، وبناء وصيانة المدرجات، وإعداد قنوات وتمهيد الطرق الترابية، ورعاية الأشجار وغيرها من الأنشطة التنموية. وكان الهدف من الحملة التي انطلقت في عام 1994 هو تأمين مشاركة الطلاب والمعلمين للمدارس الثانوية في حفظ البيئة وتسيير أنشطة نفير وخلق بيئة صلبة لترسيخ ثقافة التعاون والتشاور والتفاكر وتنسيق المعرفة النظرية والتطبيقية، مشيرا إلى أهمية دور الشركاء وخاصة الآباء والمهنيين الزراعيين والصحة والمعلمين المشرفين على العمل وكذلك الإدارات. ودعا السيد فتوي الطلاب والمعلمين والمشرفين ومنسقي البرنامج تنفيذ التعليمات الاحترازية لجائحة كوفيد-19. يذكر بأن الحملة التنموية الطلابية بدأت في جنوب البحر الأحمر في 7 من يونيو، آخذا في الاعتبار مناخ الإقليم. قال المدير العام لقسم التنمية المعمارية في إقليم القاش بركة المهندس إدريس إبراهيم إن البنية التحتية التي أرسيت في الإقليم ساهمت للدفع ببرامج التنمية وتحسين الحياة المعيشية للسكان. وأوضح أن الأعمال المنجزة تشمل الجسور ومؤسسات التعليم والصحة وتخطيط المدن والبلدات والقرى وبناء الأسواق والمكاتب الحكومية. وأشار إلى بناء وصيانة 41 جسرا كبيرا وصغيرا و92 جسرا أرضيا وطرق ترابية بطول حوالي 2000 كيلومتر.
قام سكان ضاحية حديدة بمديرية سجنيتي بأنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه منذ منتصف شهر مايو الماضي. وقال خبير حماية التربة والمياه في المديرية سيدر أماريام تعمزجي إن الهدف من النفير حماية التربة من الانجراف والحفاظ على مياه الأمطار لتنمية المياه الجوفية والثروة القابية. من جهة أخرى قدمت وزارة الزراعة شهادات تقديرية وأدوات زراعية ل20 مزارعا لأنشطتهم الفردية والجماعية لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية سيد إياسو أسفاو أن الأدوات الزراعية المقدمة تهدف التشجيع. استشهد يوم 5 يوليو مدير إدارة الخدمة المدنية المناضل قرماي قرمسقل ولد جبريل جراء مرض ألم به عن عمر 74 عاما. التحق المناضل قرماي قرمسقل بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر أبريل 1972 وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة والتوعية السياسية والإدارة الشعبية والإعلام ومدرسة الكادر بمختلف مستويات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل مسؤولا لقسم التلفزيون ومسؤول تنمية القدرات البشرية في جامعة أسمرة، ومن عام 2002 وحتى استشهاده مديرا لإدارة الخدمة الوطنية CBA، بالإضافة إلى عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة التأمينات الوطنية. وكان المناضل الفقيد قرمي قرمسقل قدرة عالية للكتابة ومعرفة اللغة، وأصدر قصائد مميزة وشعر غنائي للنضال التحرري للشعب الإريتري وتفاني وتضحيات الشعب والمناضلين والرغبة القوية للاستقلال. الفقيد المناضل قرماي قرمسقل رب أسرة وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 6 يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب إدارة الخدمة الوطنية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل قرماي قرمسقل، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه المناضلين وزملاء العمل. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، لا تذهبوا بعيدا. وعلى الصعيد العالمي، حيث أعلن مسؤول في مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا أن مسلحين خطفوا 140 تلميذا في عملية خطف جديدة. وقال الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول لوكالة الأنباء الفرنسية إن الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا وليس لديهم أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه. وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين، قائلين إن فرق من الشرطة تقوم بتعقب الخاطفين. وتسلق مسلحون سياجا لاقتحام ثانوية بيثيل بولاية كادونا وخطفوا غالبية التلاميذ من المدرسة الداخلية ليلا. وهجوم الاثنين هو رابع عملية خطف جماعي في كادونا منذ ديسمبر، وخطف قرابة 1000 تلميذ في مختلف الولايات النيجيرية منذ ذلك الشهر، وأطلق سراح غالبيتهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، فيما لا يزال البعض محتجزين. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جي بينغ خلال اجتماع عبر الفيديو في التحديات المتعلقة بالتقلبات المناخية والاقتصاد والصحة واستئناف الرحلات الجوية. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شنخوا الحكومية أن الرئيس الصيني دعا إلى علاقة مستقرة ومتوازنة بين الدول الكبرى، في حين نقلت صحيفة نيو تشاينا عن شي قوله إن أكثر ما تريده الصين هو أن تتطور بدلا من أن تحل محل الآخرين. وكانت قضايا المناخ والصحة في محور مناقشات القادة الثلاثة خلال اجتماعهم الأخير الذي انعقد افتراضيا في منتصف أبريل.
في حين عرقل البرلمان الأوروبي معاهدة الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أشار المسؤولان الأوروبيان إلى التوقعات الأوروبية للوصول إلى الأسواق الصينية للشركات الأوروبية بشروط منافسة عادلة وفقا للرئاسة الفرنسية. من جانبه شدد الرئيس الصيني على أن الجائحة لم يتم التقلب عليها بعد، وأن آفاق التعافي لا تزال غير مؤكدة حسب ما أفاد التلفزيون الصيني العام. وتأمل الصين بدورها أن يوفر الاتحاد الأوروبي للشركات الصينية بيئة عادلة وغير تمييزية. أكد الجيش الأوكراني أن تدريبات عسكرية برية سيتم إجراؤها في النصف الثاني من يوليو الجاري، يشارك فيها معه كل من أمريكا وبولندا وليتوانيا. وبحسب بيان صادر نشرته رويترز، قال الجيش الأوكراني إن التدريبات التي وصفها بالكبيرة ستجري تحت عنوان السيوف الثلاثة 2021، وستتم في الجزء الغربي من البلاد وتحديدا في ساحة يافوريف للتدريب بمنطقة لافوف. وبخصوص تفصيلات التدريب المشترك، أوضح البيان أن عدد الجنود المشاركين سيكون أكثر من 1200 جندي، وسيضم ما يزيد على 200 مركبة قتالية، وسيستمر من 17 إلى 30 من يوليو. يشار إلى أن أوكرانيا والولايات المتحدة أجرتا الأسبوع الماضي التدريب العسكري نسيم البحر في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا بمشاركة أكثر من 30 دولة، رغم مطالبات روسيا بإلقاء المناورات. وتأتي مناورات نسيم البحر 2021 بعد تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو، التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود غبالة شبه جزيرة القرم. كشفت الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050 قد يكون البلاستيك والنفايات البلاستيكية أكثر من الأسماك في المحيط، مشددة على ضرورة العمل للتغلب على التلوث البلاستيكي. وقالت الأمم المتحدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر أنه بحلول عام 2050 قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط. وفي سياق آخر، أظهرت دراسة جديدة أن مشكلة التلوث البلاستيكي سيئة للغاية، لدرجة أن المواد البلاستيكية الدقيقة أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من الدورات العادية للغلاف الجوي. وأطلقت جزيئات البلاستيك إلى الهواء من رذاذ المحيط، وأسطح الطرق لتنتقل عبر القارات وتصل إلى أبعد المناطق على وجه الأرض، وفقا لمزيج من العينات والندمجة. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 61 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تنظيم الحملة الطلابية التنموية في الفترة ما بين 7 من يوليو و15 من أغسطس. البنى التحتية تسهم للدفع ببرامج التنمية في القاش بركة. مسلحون يخطفون 140 تلميذا من مدرسة في شمال غرب نيجيريا. ماكرون وميركل يبحثان مع جين بينغ العلاقات الأوروبية الصينية. ومناورات عسكرية برية بين أمريكا وأوكرانيا. إلى اللقاء.